السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا هنا مكرونة بطريقة الاندومي، طريقة اندومي اللحمة او الاندومي الكوري. يلا بقى معانا نسمي ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونشوف احنا عملناها ازاي. طعمها خطير جدا، احلى ما تجيبي كيس الاندومي من بره تعمليها بالطريقة دي، كمان طريقة مغذية. معانا هنا مادة دهنية، هنحط فيها بصلاية، هنحط فيها فصوص من التوم، قطع من اللحمة الصغيرة جدا. اللحمة دي حسب بقى الكمية اللي انت عايزاها، ربع كيلو، نص كيلو، حسب عدد الافراد. هتتحمر معاكي اللحمة، هتنزل بالمية تغلي. لما اللحمة تستوي هننزل بالتوابل بتاعتنا، بابريكا، اي توابل بقى تنكهي بها طعم المكرونة تكون متاحة عندك، بصل بودرة، توم بودرة، معانا هنا فلفل اخضر، جبنة رومي تبشريها وتحطيها تنكه معاك الطعم.